قبل أن نبدأ أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في القناة لكي تتواصلوا بجديد الفيديوهات. تفضل. الو. ايوه تفضل. صار لي ايام اطلبك من الجزائر وما ترد. تفضل يا اخي. ليش يعني؟ اتفضل. ولدي ردود، اضطريت يعني ان اعمل ردود على قناتك. تفضل. وبعض الاشكالات التي شوف ما هي السنه؟ حضرتك يعني حضرتك شيعي عرف لي السنه يا اخي، عرف لي السنه حتى اقول لك ما السنه وما الشيعة. هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه ومن تبع الصحابه. اتباع النبي والصحابه. من اعطاك هذا التعريف للسنه؟ من اعطاك هذا التعريف للسنه؟ لا انا ما اعرفش، اتفضل عرفني. ايه يعني لما تستنسخ النبي، لما تستنسخ تجعل منه نسخه، وتلك النسخه يلتحفها 1000 صاحب راي ليقوم مقام الناطق عن الله تعالى كأنه نبي أو رسول. تعتبر ذلك سنة؟ ما هي سنة الله في الذين خلوا من قبلنا؟ ايوه وبعدين بقى كمل. ما هي سنته؟ يا باشا ما هي سنة الله؟ سألتك يا أخي حتى نعرف ما السنة. انت حضرتك جاي ليه حتى نعرف ما السنة. يا باشا انا ما اعرفش السنة يعني ايه يا باشا. خلاص انت بقى ايه اللي عندك السنة؟ ايه السنة؟ شوف يا مقلد، أنت تعبد الله بآراء الرجال. فقه مالك يرى الشافعي، ذهب فيها أحمد، قال فيها البصري، خالفه ثوري. أمر الله صار شورى بين حضرتك بتعبد الله بإيه؟ ماشي. سيبك مني أنا. سيبك مني أنا على السنة حتى يا أستاذ. سيبك مني أنا يا عم، أنا غلطان لك. سيبك مني أنا يا عم. سيبك مني أنا. سيبك مني أنا. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم سيبك مني أنا. يا عم سيبك مني أنا. ماذا؟ سيبك مني أنا. نعم. اتركني أنا. أنت بقى كيف تتعبد الله عز وجل؟ كيف تتعبد الله عز وجل؟ يا عم خلاص. عرف لي السنة بتقليد أهل يا عم خلاص. يا عم خلاص غلطان لك. كانوا يعبدون الله بالتسليم. انظر يا عم انت بالع رضوى ولا بالع تسليم؟ يا عم خلاص يا باشا خلاص. انت بقى حضرتك انت دلوقتي اسمعني بس. اسمعني لو سمحت اسمعني. اي نعم يا عم اسمعني. كيف اعبد الله؟ يا عم ارحم دماغك شويه اسمعني لو سمحت. لو سمحت. كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنت؟ كيف تتبع القرآن؟ تفضل. كيف أتبع القرآن؟ القرآن لم يعد لدينا من القرآن إلا رسمه. يا عم سيبك من الرسم دلوقتي وسيبك من الفلسفة الكذابة. أنت الآن كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع القرآن؟ سيبك من أفعال البشر دلوقتي. أنا بكلمك أنت. انظر الإسلام. شوف تعريف الإسلام أولا هو التسليم لأنبياء الله ورسله المكلفين المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى. هذا هو الإسلام. يا أستاذنا احنا مش في حرب تعريفات دلوقتي. انت الآن كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتبع القرآن؟ النبي مات، انت تتبع الآن الفقيه يا أخي. النبي مات. لا إله إلا الله. النبي مات. تستنسخ النبي. أنت الآن استنسخت. يا عم سيبك مني أنا. أنت سيبك مني أنا. سيبك مني أنا. اعتبرني مش في الحزب. أنا مش في الحزب. أحمد عن أي سنة تتحدث يا باشا. سيبك مني أنا. لا إله إلا الله. وكل محدثة بدعة. يا عم أنت دخلتني في الدنيا كلها يا أستاذ. أنت كيف تتعبد الله عز وجل الآن؟ أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ نعم. دعني أفهمك. تعقل يا أخي. الإسلام كان التسليم لنبي الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا شخص النبي. نعم. حتى أعرفك. اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اسكت يا أخي. اسكت وتعلم ما معنى التسليم والإسلام. اقرأوا له يا إخواننا سورة. اسمع. حاول أن تسمع يا اقرأوا له سورة آية الكرسي. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا عم أنا بسألك أنت يا عم. سيبك منا. احنا غلطانين. أبوس دماغك. احنا غلطانين يا عم. كل أفهامنا كلها غلط. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ احكي لي عن نفسك انت شويه. لا اله الا الله. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. يا عم احكي لي عن نفسك انت شويه. احكي لي عن نفسك انت شويه. شوف النبي انتظر. بدأ الاسلام غريبا وسيعود مثل يا ابني انت حافظ كلمات يا ابني وانا حاطط فلاشه في الكمبيوتر شغاله. يعني حاول ان تفهم حتى تعرف ما هي. يا استاذ انت كيف تتعبد الله عز وجل؟ انت حالك الان كيف تتعبد الله عز وجل؟
ما شأنك بي؟ أنا أحاول أن أعرف الحق من الباطل. لا إله إلا الله. طب أنت بتحاول إزاي؟ يعني أنت بتحاول إزاي؟ يعني الحق يتعدد. اديني يا عم خلص عشان ما يقولش عليك والله العظيم. خلص. هي مش ناقصة جنان. تسمع. مش ناقصة جنان. أنا مش ناقصة جنان. أنت كيف تتعبد الله عز وجل؟ صلاتك خدتها إزاي؟ طب بص يا حاج، بص يا حاج، أنت راجل كبير وانا مش عايز فانت انت بتصلي ازاي؟ يعني انت اخذت الصلاه منين؟ احكام الله. اخذتها منين؟ احكام الله تعالى لا تقتصر على طقوس وعبادات. يا عم برضه اتكلموا يا استاذ. مثال، انا بديك مثال. الصلاه في كل امر. يا اخي انتظر يا اخي، حاول تفهم يا اخي، حاول تفهم، دعني يتحدث. يا ناقصه جنان. ده راكبه مليون عفريت، مش عفريت واحد. تيجي له يمين يجي لك شمال. اقول له انا غلطان يا عم في التعريفات. انت تتعبد الله عز وجل كيف؟ ما فيش، عامل زي القطر بيعدي وخلاص. الامر يصل الى صحيفه جزائريه، صحيفه الشروق. ممكن برضو القارئ يبعت او ان هو يتهجم على منتخب مصر، ده مقبول والله العظيم، مش هنزعل منه. لكن يوصل التهكم والسخريه ان احنا ناخد ايات القران الكريم نشيل الفاظ ونركبها عشان نسيء لمنتخب مصر. يا جماعه ما وصلتش لكده ابدا، وما تمناش ان هي توصل لكده. يعني اسف، ملعون ابوها كره قدم ممكن توصلنا ان احنا نسخر او نتهكم من ايات القران الكريم. بل تذهب كره القدم الى الجحيم، يذهب كاس العالم كله للجحيم. لكن هنوصل ان احنا هقرا لكم حضراتكم فقرات قبل ما انا بسخن. واذ قال شحاته لسمير زاهر اني رايت 11 لاعبا، يقصد المنتخب الجزائري ورواندا وزامبيا رايتنا معهم خاسرين. خدوا بالكم هو بياخد ايات من سوره يوسف. قال يا شحاته لا تقصص رؤياك على اللاعبين فيتيح لهم شعاف المورال، وقل للصحافة إن هذا من كيد الجزائريين. وقال شحاتة إني أرى 7 نقاط خضر و4 مصريات و9 نقاط باقيات. يا أيتها الصحافة أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أنا مش هكبل، أنا عايز بس واحد جزائري أيا كان في مصر ولا في أي مكان في العالم العربي إذا كان سمعني أنا راضي بحكمه ان الكلام دوت يتنشر في صحيفه جزائريه، المفروض انها صحيفه محترمه، ان احنا وصل بينا لحد ان احنا ناخد ايات القران الكريم ونبدل في الفاظها عشان نتهكم او نسخر من منتخب بلد عربي. كنت اتمنى ان انا اختم بحاجه احسن من كده، للاسف. فادتكم، ولا تنسوا ان تشتركوا في القناه لتتوصلوا بجديد الفيديوهات.